ويمر العمر بنا ونمر على أفكار فيها ما ينفعنا حين بعقل نختار. الماضي يهدينا خير دروس للعمر، والحاضر بيدينا نهديه حصاد الفكر، والحاضر بيدينا نهديه حصاد الفكر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأهلا ومرحبا بكم مع حصاد الفكر. حديثي معكم عن مستويات الطغاة. بعض الشباب يظن أن الطغاة هؤلاء مستوى واحد، لا هم ليسوا مستوى واحد. حتى نحدد ذلك، حتى نعرف مستويات الطغاة، دعونا نبدأ بتعريف الطغيان. الطغيان في اللغة هو الاستبداد وتجاوز الحدود في الظلم، الاستبداد وتجاوز الحدود في الظلم. وأما في الاصطلاح في التعريف العلمي فهو حكم فرد أو مجموعة بصلاحيات مطلقة على شعب أو بلد، واستعمال هذه الصلاحيات بقسوة. هذا هو تعريف الطغيان. وبناء على هذا التعريف طبعا سيكون هناك مستويات للطغاة حسب الأمور التالية. أولا حسب مستوى الصلاحيات، فهناك طغاة لا حدود لصلاحياتهم، يفعلوا ما يشاء، أنا ربكم الأعلى، طغيان ليس له حدود. وقد يكون هذا الطاغية له حدود، مثلا بعض الطغاة طاغية جبار لكنه يعني يفرمل، يوقف شوية عندما يراعي العالم والضغوط العالمية عليه، أو أحيانا على فكرة يراعوا الوضع الداخلي، يراعوا القبائل، التشكيلة القبلية، أو يراعي التوازنات الحزبية وغيرها. وقد بعضهم يخيفه الإعلام ويتوقف بسبب الإعلام، أو خوفا على المال، فإذا زاد طغيانه قد ينهار الاقتصاد أو يضعف دخله. فهذا كله سيحدد مستوياتهم، من هذا المستوى أنا ربكم الأعلى إلى هذه المستويات الدنيا. وقد يكون مستويات الطغاة الفرق فيها بسبب الحجم. فهناك دول عظمى طغيانها عالمي بشكل مباشر أو غير مباشر، وقد يكون على فكرة يعني لا يفعلوا شيئا سوى التهديد، أو التهديد العسكري فقط، تهديد، ما فعلوا شيء ومع ذلك يخضع الناس، فهذا الطغيان. وقد يكون الطغيان على بلد كبير أو على مجموعة من البلاد، هذا سيختلف في مستواه عن الطغيان على بلد صغير أو على قبيلة. وأحيانا على فكرة يحدث الطغيان حتى على جماعة، وحتى على جماعة إسلامية يكون فيها طاغية، فهذا كله موجود. فإذا ستختلف حسب الحجم. وأيضا الطغيان يختلف حسب درجة قسوته. هناك من طاغية جبار، هذا الذي يقتل مئات الألوف ويفتح الباب لجنوده للاغتصاب والنهب والتطهير العرقي، يقتل على الهوية ونحوها، ويفعل من التعذيب تعذيب شديد للناس. هذا الطاغية بهذا الفساد والإفساد والأذى، هذا ليس مثل الطاغية الذي طغيانه يتمثل فقط في سجن. وقد يكون السجن هذا درجات أيضا، فهناك من يسجن عشرات الألوف، هذا طاغية جبار. وهناك من يسجن أفراد، هذا طاغية لكن ليس بمثل جبروت ذلك الطاغية. وعلى فكرة كل هؤلاء الطغاة يعني يفعلوا هذا باسم العدالة وبحكم القضاء. والقضاة نوعين، 3 أنواع: قاضيان في النار وقاضي في الجنة. الذي يحكم بلا علم في النار، والذي يحكم بالعلم لكن بالباطل هذا أيضا في النار. الذي يحكم بالعلم وبالحق هو الذي في الجنة. وقد يكون الاختلاف هو في النوع. يقول الكواكبي الذي هو أحسن من شرح ما هو الطغيان وبين هذا الاستبداد وأنواعه، يقول: من أقبح أنواع الاستبداد، أقبح نوع هو استبداد الجهل على العلم.
عندما يستبد الجهلة، هذا كتاب ممنوع، وهذه محاضرة ممنوعة، وهذا المفكر لا تسمعوا له، وهذا ممنوع يدخل البلد. هذا استبداد للجهل. طبعا أشد أنواع الاستبداد هو الاستبداد الذي يطول. يقول سيد قطب رحمه الله تعالى: ليس أشد إفسادا للفطرة من الذل الذي ينشئه الطغيان الطويل. هذه أنواع الطغاة، فلا تظنوا أن الطغاة نوعا واحدا. نسأل الله سبحانه وتعالى الخلاص من كل أنواع الطغيان. ويمر العمر بنا ونمر على أفكار فيها ما ينفعنا حين بعقل نختار. الماضي يهدينا خير دروس للعمر، والحاضر بيدينا نهديه حصاد الفكر، والحاضر بيدينا